السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. وحشتوني جدا من اخر فيديو. والنهاردة بقى جايلكم بفيديو مهم جدا، هنتكلم بقى عن طلبات العيد وكمان المشتريات اللي هستخدمها بقى في الحلويات والنواعم. هقولك كمان على افضل الخامات وايه البدايل ليها، وافضل المشتريات اللي ممكن تجهزي بيها حاجات او شغل نواعم العيد علشان كمان تكوني مرتاحة وقت ما تبداي تشتغلي. جبت كل الأساسيات اللي هاحتاجها سواء بقى للكحك، البيتي فور، البسكوت، أو أي حاجة تانية من حلويات العيد. هقولك كمان على كل حاجة اشتريتها وأسعارها وإيه البدايل ليها وكمان كل الحاجات المتوفرة عندي. طيب قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان ندعي الموتانا بالرحمة والمغفرة. اللهم ارحم أمي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. وتعالوا كده بقى نبدأ أول حاجة ونسمي الله كده ونبدأ بالدقيق. طبعا يعني الدقيق بقى من الأساس، من الأساس في حلويات العيد. فأول حاجة كده هنتكلم عنها هي الدقيق، لأنه طبعا أساس أي نوع من الحلويات. ده أول حاجة كده، ده دقيق الضحى، يعتبر طبعا يعني من أحسن بقى أنواع الدقيق، وكمان سعره بصراحة متوسط وجميل جدا بالنسبة لأنواع غالية. وده غير إن هو كمان ممتاز في كل النواعم. الكيس ده وزنه كيلو صافي، هو تركيز 72%. أنا بصراحة بفضله هو وأي دقيق بيكون مكتوب عليه جميع الأغراض. يعني مش بفضل بقى الدقيق اللي بيكون مخصص للكحك والبسكويت علشان كمان ده بيكون مضاف عليه يعني إضافات تانية أو حاجات ممكن تلخبط معاكي المقادير. طيب أنا جبت من دقيق الضحى 2. زي ما قلت لك سعر الكيلو 27 جنيه. هو سعره يعني من 25 لحد 30 جنيه. طبعا ده بيبقى على حسب بقى المكان اللي بتشتري منه. طيب بالنسبة بقى لدقيق الضحى فهو برضو يعني من أفضل الأنواع، زيه زي دقيق الأصيل. اشتغلت برضو معاكم بيه السنة اللي فاتت وبرضو كان جميل جدا. يعني لو لقيتيه برضو هاتيه وانت مطمنة. جبت كمان ده نوع دقيق كده سايب اسمه الكرة الحمراء، اشتغلت برضو معاكم بيه السنة اللي فاتت وكمان كان تحفة جدا جدا. لو قابلكم هاتوه على طول، هو سعر الكيلو فيه 24 جنيه. بس ما شاء الله كان ممتاز معايا في جميع بقى المعجنات والحلويات وكمان نواعم العيد كلها. طيب هتعملي بقى كميات والدقيق كده الأكياس هيكلفك، وعايزة تشتغلي كده بدقيق سايب، يبقى تجيبي من عطار مضمون وتكوني عارفة بقى ان حاجته أو صلاحية الحاجة عنده بتكون دايما جديدة. ده دقيق بشاير، ده طبعا يعني اللهم بارك بعمل بيه كل حاجة واشتغلت معاكم بيه قبل كده في الفيديوهات اللي عدت. يعني عايزة اقول لكم الدقيق ده بالنسبة لي البطل بقى بتاع الوصفات اللي بعملها كلها. تحفة ما شاء الله، عملت معاكم بيه كيكات وكمان فطاير ومخبوزات، شغال يعني في كل حاجة. سعر الكيلو فيه 20 جنيه، يعني سعره حلو جدا جدا وما شاء الله عليه بجد. كل مرة طبعا بتسألوني أقول لكم على الاسم والعنوان، أنا بجيبه دايما من عطارة أولاد أبو تشيش. اللهم بارك، حاجتهم حلوة جدا وكمان مضمونة. ده غير بقى كمان يعني أسعارهم جملة الجملة، أنا بشتري منهم كمان مشتريات وخزين الشهر اللي بتشوفوها معايا دايما في البيت. هوريكم برضو رقمهم علشان لو حابين مثلا تطلبوا اوردرات، هم عندهم كمان توصيل لحد باب البيت. المهم انا جبت كده من الدقيق ده اللهم بارك 5 كيلو علشان بقى يعني مخبوزات بقى ونواعم العيد. و... وما شاء الله زي ما قلت لكم هو اسمه بشاير، حلو جدا جدا عن تجربة وتجارب كتير. طيب كده قلت لك كل التفاصيل عن الدقيق، وانت طبعا بقى يعني هاتي بقى المناسب ليكي، حتى لو بتحبي الانواع الغالية زي بقى دوبيلا والكوثر، وطبعا في انواع غالية جدا. بس ما شاء الله بجد الدقيق السايب والله عن تجارب هو جميل جدا وكمان بيوفر معايا كتير. طيب نيجي بقى للسمنة اللي هنستخدمها. دي سمنة جنة نازلة جديدة كده بقالها فترة، ريحتها وطعمها في الأكل حلوين جدا جدا. هي بطعم اللهم صل على سيدنا محمد، الزبدة النيوزيلندي. الكيلو فيها يعني سعر الكيلو ونص تقريبا، العبوة دي ب145 جنيه. جبت منها كده عبوتين، العلبة الكبيرة وجبت كمان منها العلبة الصغيرة اللي هي المفروض كيلو، بس هي وزنها 700 جرام، وبرضو كانت ب85 جنيه. حبيت اجربها بصراحة لان يعني سمعت ناس كتير جدا شكرت فيها، وكمان ما شاء الله ريحتها حلوة جدا. جبت كمان كيلو سمنة بقري بس نسيت اصورها وافتكرتها كده في اخر الفيديو، ان شاء الله كده هوريها لكم برضو في اخر الفيديو. سعر الكيلو فيها 200 جنيه. انا بحب اعمل كده ميكس ما بينهم للكحك، بيبقى تحفة جدا والسمنة دي كمان برضو هتنفعني في القرص والقراقيش، وكمان لو عملت بسكوت او بيتي فور بالسمنة. هي ما شاء الله جميلة جدا جدا، يعني أنا طبعا سجلت الفيديو بعد ما استخدمتها، لا بجد ما شاء الله جميلة وريحتها جميلة وكمان بتدي طعم ونكهة حلوة قوي.
جبت كمان قالب الزبدة الفيرن ده ب140 جنيه. سعره برضو يعتبر حلو بالنسبة برضو لجودته، طبعا مقارنة بقى بزبدة نيوزيلاند او لورباك، فهو لا بجد معقول وبيدي نتيجة برضو ممتازة، وانا دايما بشتغل بيه. يعني هو حلو كمان وسعره متوسط، فما شاء الله يعني بالنسبة لسعره فهو جودته حلوة أوي، كمان بيدي يعني للنواعم ريحة جميلة جدا. جبت عندي كمان كريستال، دي كانت موجودة عندي، كان سعرها ب115. يعني أول حاجة فيرن يليها كريستال على طول. يليهم بقى زبدة جنة برضو كانت، كنت سأل عليها، كانت عاملة 110 تقريبا. بس أنا بصراحة مش بحبها قد كده يعني في الزبدة، أنا بفضل زبدة فيرن وكريستال. سمنة كريستال برضو جميلة جدا جدا، سمنة بقى العادية سواء بقى العلب أو السايبة، لو حابة تشتغلي بيها. أنا برضو اشتغلت بيها قبل كده كتير وما شاء الله برضو بتدي طعم وريحة جميلة جدا، هي وجولدن ميكس لو لقيتيها برضو هاتيها وانت مطمنة. فكده التلات انواع دول كويسين جدا، سواء جنة بطعم الزبدة النيوزيلندي او كريستال او جولدن ميكس، دولت ما شاء الله يعني من الفئة المتوسطة الكويسة اللي بتدي طعم وريحة ونكهة جميلة جدا للنوعين. طيب هتحتاجي كمان بقى ازازة زيت، علشان برضو كده لو يعني هتعملي قرقيش او قرص، وكمان باخد منه شوية كده للبسكوت، وهعمل معاكم بإذن الله بتفور اقتصادي بالزيت، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. لو لينا عمر بإذن الله هعمله معاكم. طيب الإزازة دي لتر ب65 جنيه، حلوة جدا برضو وما شاء الله لون الزيت فيها يعني فاتح وكويس. نيجي بقى بعد كده للسكر، أنا كنت شارية كده كيسين في طلبات الشهر، وكان جايلي كده 2 في يعني في طلبات التموين. طبعا نواعم العيد كلها بتحتاج بقى سكر ناعم، وانا بفضل بصراحة ان انا اطحنه في البيت، علشان كمان السكر الناعم اللي بيكون جاهز بيكون فيه نشا، فالاحسن هاتيه انت كده في البيت وكمان اطحنيه، حتى تتاكدي ان هو نضيف، ويعني بتنخليه كويس ومتاكده ان هو ما فيهوش اي حاجه. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، انزلي صلي على النبي في التعليقات ويحط لايك للفيديو، متنسيش تصلي على النبي علشان كلنا ناخد الاجر والثواب مع بعض، متنسيش بقى لايك حلو من ايديك الحلوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب جبت كمان نص كيلو عجوة طرية، وبصراحة جميلة جدا، احسن نوع تجيبيه اللي لونها بيكون فاتح كده، دي طعمها بيكون حلو قوي، وكمان يعني بتفضل طرية يعني، علشان بتبقى لسه طازة، يعني عايزة اقصد ان انا عايزة اقولك لما بيكون لونها فاتح بتعرفي ان هي طازة وطرية. طيب بصي بقى، العجوة دي كانت عندي في التلاجة كده بقى لها فترة، كانت طبعا اول ما اشتريتها لونها فاتح، بس علشان ركنتها كده شوية في التلاجة فغمقت، علشان كده بقولك تعرفي ان هي طازة من لونها، لما تجيبيها لونها فاتح تعرفي ان هي يعني هتبقى طازة معاكي ولسه جديدة، وفي نفس الوقت هتلاقيها طرية جدا. جبت كمان برضو سوداني بزين بيه كده سليم زي ما هو، بحط ده للغريبة بيديها برضو شكل حلو قوي. و... وجبت كمان اللهم صل على سيدنا محمد كيلو ملبن، جبت كده نصين، تقريبا الكيلو ب45 او ب50 جنيه، بصراحة مش متذكرة قوي. ده بقى علشان الكحك طبعا، وكمان عشان لو عملت قرص بقى بالملبن. وجبت كمان برضو ب20 جنيه كده سمسم محمص، والمحمص في الطعم طبعا بيكون احلى من اللي لونه ابيض فاتح. جبت كمان ب30 جنيه برضو بودرة شوكولاتة خام، وعايزة اقولك ان دي احسن نوع شوكولاتة اللي هو الاسباني. جبت كمان شوكولاتة بيضة وبني للتزيين، شوكولاتة سما. الباكيتة من دول او العبوة ب40 جنيه، سعرها برضو معقول طبعا بالنسبة بقى لدريم وانواع تانية، طبعا بتدي طعم جميل جدا وريحتها كمان جميلة. هي شوكولاتة مطبخ اسمها سما طبعا معروفة. في خامات كتير للتزيين، بتدخلي طبعا عند العطار بقى وبتجيبي المناسب ليكي ولذوقك. انا جبت كده ب15 جنيه كريز، وجبت كمان ب10 جنيه كده لون احمر طبيعي، ودي كمان بهارات كده للكحك اللهم صل على سيدنا محمد، الشوية دول كده ب10 جنيه. كنت اول مرة بصراحة اعمل بيه الكحك السنة اللي عدت، وعجبني قوي قوي بصراحة، طعمه زي طعم الكحك الجاهز بالظبط، بس انتي بتاخدي طبعا معلقة صغيرة مش بتاخدي كمية كتيرة، عشان كمان ما يغمقش لون الكحك معاكي. جبت كمان خميرة بسكوت او النشادر، الشوية دول ب5 جنيه، دي طبعا بقى الاساسيات. جبت بقى للتزيين ب10 جنيه فرماسيل ملون كده، علشان موجود عندي البني السادة، وده بقى لون الغريبة برضو ب10 جنيه، الشوية دول كده. وجبت برضو للغريبة لوز مقشر، الشوية دول برضو ب50 جنيه، يعني بحب انوع كده في تزيينها، شوية بقى باللولي شوية باللوز وكمان بالسوداني والكريز، بتبقى تحفة جدا. جبت كمان شوكولات شيبس، الشوية دول برضو ب10 جنيه. وجبت كمان اسانسات بقى 2 كده ريحة الموز. وجبت كمان
2 ريحة الموز و2 ريحة البرتقال. طبعا الحاجات دي بتخلي بقى ريحة الكحك والبسكوت زي اللي كانوا اهلنا بيعملوها بالظبط. لو حابة طبعا تكتفي بتوابل الكحك زي ما تحبي، بس هي بصراحة بتقلب الطعم والريحة في حتة تانية خالص. اكيد مش هننسى الملح، بنحتاج كده رشة لكل نوع علشان الطعم كده يكون متعادل. وجبت كمان 3 اكياس كده خميرة فورية على اللي موجودين عندي، وجبت كمان 3 بيكنج باودر وكمان فانيليا. والخميرة طبعا والبيكنج باودر حاولي تجيبيهم دريم، انا اشتغلت معاكم قبل كده كتير بالبيكنج باودر ده اللي هو في العلبة المغلفة ده، يعني بتيجي العبوة دي على بعضها كده. بس للأسف يعني ما لقيتوش موجود المرة دي. هي العلبة كده بتكون في حدود تقريبا 30 أو 35 جنيه. بس الأمانة هي موفرة كتير وكمان نتيجتها كويسة جدا. المهم جبت بدلها كده دريم علشان ده أضمن نوع طبعا بشتغل بيه، يعني تشتغلي بدريم وانتي مطمنة. جبت كمان محلب، الشوية دول كده ب20 جنيه، والصغيرين دول كانوا عندي كنت جايباهم تقريبا ب10 جنيه. بطحنه بقى في الكبة وبحط منه كده على المعمول، وكمان الكحك برضو بيخلي طعمهم ما شاء الله تحفة جدا. جبت كمان جوز الهند مبشورة، اللي هي الناعمة، عشان طبعا تزيين البيتي فور بتبقى موفرة برضو اقتصادية. وجبت بقى ب20 جنيه نشا، وكمان ب30 جنيه كده كريم شانتيه، وب50 جنيه لبن بودر. ورجعت جبت كمان ب30 جنيه. بصراحة اللبن البودر ده بينفعني بقى في كل حاجة، سواء بقى معجنات مخبوزات عصاير، ما شاء الله جميل جدا يعني مش بستغنى عنه ابدا. كان عندي برضو سوداني كده مجروش حطاه في درج التلاجة، هديله بس تحميصة كده خفيفة برضو وهشتغل بيه. طلبت برضو برطمان مربى وبرطمان عسل جلوكوز، بس لقيت المربى كده طلع التين مش مشمش. بس ممكن عادي انا عامها برضو علشان تقيلة واشتغل بيها عادي مفيش اي مشكلة. ودي كمان صوصات كانت عندي بس لسه طبعا ما فتحتهاش، شوكولاتة وفراولة. وبرضو ده سوداني برضو متحمص ومجروش للتزيين. يعني الحشوات دي كده كنت شارية برضو كاكاو من نفس برضو العطار، وكمان بودر كنت جايبة بودرة تانك علشان طبعا البسكوت. ف وعندي حاجات برضو كده موجودة بحتفظ بيها جوه درج التلاجة، ما شاء الله بتفضل عندي زي ما هي. وكده بقى شاركت معاكم كل الأساسيات اللي هشتغل بيها، وانت طبعا هاتي بقى اللي تحبيه يكون مناسب ليكي. وبس كده. دي بقى السمنة اللي قلت لكم نسيت اصورها في اول الفيديو. ما شاء الله مرملة وجميلة جدا جدا. انا بفضل طبعا السمنة البقري في الحلويات، بتدي لون ذهبي جميل جدا لما بتحمري بقى المخبوزات او النواعم بتاعتك، وكمان بتبقى خفيفة في الاكل. ده كيلو نصين، الكيلو ب200 جنيه، يعني النص كيلو من العلبة من دول ب100 جنيه. طيب الحاجات بقى اللي بشتغل بيها وبتطلع لي الحاجات اللهم بارك مظبوطة وجميلة جدا جدا ما شاء الله. اول حاجة الميزان، طبعا لو عندك يبقى احسن، هو بصراحة مهم جدا وكمان بينفع في حاجات كتير جدا. وسعره معقول، يعني هو رخيص قوي ما يتعداش طبعا ال100 جنيه. انا كنت جايباه من سنين في حدود 70 جنيه 75 حاجة زي كده. هو المفروض طبعا بيشتغل بالحجار، بس كل شوية كده كانت بتفصل وبضطر بقى اشتري غيرها. فعملته بقى، يعني عملت له بقى الفيشة دي تقريبا كانت ب30 جنيه. وفرت معايا بصراحة وريحتني كتير. هو ما شاء الله بيشيل لحد 5 كيلو. فلو موجودة عندكم بجد يعني يعملوا بقى فكرة الفيشة، هي بصراحة حلوة وموفرة اكتر بكتير من الحجار كل شوية بتشتريها. طيب مفيش بقى ميزان، هتعايري مقاديرك كلها برضو بالاكواب المعيارية دي، طبعا موجودة عندنا وموجودة في كل مكان، وبرضو رخيصة جدا ما بتتعداش ال20 جنيه. حلوة بقى في المعايير بتاعتها، وفي منها بقى الربع وكمان في النص وكمان بالملي. طيب بتتلخبطي ومش عايزة كل ده، يبقى هتعايري بقى زي ما كنا بنعمل في الأساس، وبنعاير بقى بالكوباية الإزاز بتاعة الشاي العادية أو المج، ودول طبعا موجودين عندنا كلنا في المطبخ. طيب في حاجات برضو بتحتاج مضرب كهربائي، لو عندك طبعا هتسهلها على نفسك كتير. أنا المضرب ده عندي ما شاء الله بقاله يعني حوالي 15 سنة وممكن أكتر. زي ما قلت لكم بحب اجمع كل الحاجات بتاعتي كده علشان بقى ان شاء الله كده لما اسمي الله وابدا اشتغل تكون الحاجه كده حواليا وكل حاجه جاهزه. طيب ما عندكيش مضرب، يبقى مفيش مشكله برضو اشتغلي بالمضرب السلك، بس بياخد وقت طبعا ومجهود شويه. وعايزه اقول لكم ما شاء الله العجانه البلاستيك دي انا كنت شاريها معاكم قبل كده في المشتريات وكتير منكم سالنا عليها. هي تحفه جدا، لو لقيتيها طبعا هاتيها على طول، خصوصا بقى لو هتشتغلي بالمضرب السلك او حتى الكهرباء. يا سلام بقى لو عندك مضرب ايكيا، بجد تحفه جدا جدا في الخفق والاستخدام. طيب بالنسبه بقى للبيتي فور، انا بحب بصراحه اعمل شويه بالمكنه واستخدامها سهل وجميل، وكمان معاها كده اشكال ورسومات طبعا كتير.
بس انا بالنسبه لي طبعا يعني او بالنسبه لنا كلنا بيبقى فيه كام شكل كده معينين بنحب نشتغل بيهم. طيب لو ما عندكيش بقى مكنه وما بتعرفيش تشتغلي بيها يبقى هتشتغلي بالكيس الحلواني، وانا برضو بفضله علشان بيكون برضو اسهل واسرع كتير. ده احسن شكل بحب بصراحه اشتغل بيه البيتي فور، التيب المدور اللي بتكون سنونه كده ضيقه، والتاني ده بتاع البسكوت. عملت معاكم طبعا السنه اللي فاتت البيتي فور بالازازه، واللهم بارك يعني الحمد لله جه عليه كميه دعوات حلوه جدا. خصوصا بقى الناس اللي مش بتعرف تتحكم في الكيس، هتجيبي بقى اي ازازه كده عندك، حتى لو ازازه الميه المعدنيه الصغيره يعني بتاعه الميه الصغيره، هتقصي كده الجزء اللي فوق وتركبي فيها الام. اي قمه بقى هتشتغلي فيها هتركبيه سواء بقى من فوق او من الجنب التاني، وهتاخدي بقى قطعه عجين حته بحته كده صغيره، وبصراحه هترتاحي جدا جدا وانتي بتشتغلي من كتر ما هي سهله بصراحه ومنجزه قوي. دي البصمة بقى بتاعة الكحك، في منها طبعا البلاستيك والستانلس، بس انا بحب طبعا الشكل اللي هو بيكون البومبي المدور اللي هو بيكون قابب لفوق شوية كده كده. ده بيدي شكل يعني بارز ومظبوط اكتر للكحكية. ودي كمان اشكال لقطاعات السابليه برضو وقطاعات البسكوت، وكمان قوالب المعمول. الاشكال دي طبعا كلها عندي بقى يعني بقالها سنين بجمعهم كده كلهم في برطمان او علبة وبحافظ عليهم. طبعا كل حاجة فيهم بقى بتنفع، وهتلاقيهم طبعا موجودين في كل مكان واسعارهم رخيصة. يعني اشتغلي بقى وشكلي بالاشكال والرسومات طبعا اللي تحبيها وترتاحي فيها. دول بقى اقماع برضو الكيس الحلواني برضو. طيب بالنسبة بقى للبسكوت، في كده الشكل ده لو هتعملي بالكيس الحلواني، وده الوش بقى بتاع مكنة البسكوت الكهرباء. وفي اشكال كتير بقى للامواس، بس لازم طبعا يكون في شكل معين كده برضو بتفضليه. طيب نصيحة بقى لو هتعملي البسكوت في الكيس الحلواني، هاتي كده الاكياس اللي هي بتكون استخدام مرة واحدة بس، وحطي فيها العجينة بتاعتك في الاول، افضل بصراحة من السيليكون بكتير. انا بفضل الكيس القماش ده، بس في الاول كده بحط العجينة في الكيس الشفاف علشان سهل العجينة يعني تنزل منه، وبعدين برجع احطه بقى في الكيس القماش من تاني. الاكياس دي حلوة وبتستحمل، خصوصا السادة دول هتلاقيهم طبعا عند اي حد بتاع ادوات منزلية او محل مستلزمات حلويات. الباكت كان حوالي 30 100 كيس ب30 جنيه. ونفس فكرة الازازة برضو اللي هتعملي بيها البوتيفور، عادي خالص ممكن برضو تعملي بيها البسكوت. انا بحبها بصراحة علشان سهلة ومنجزة قوي. ودي اشكال برضو لتزيين الجاتو والتورت، وده قالب برضو سيليكون كده للشوكولاتات. زي ما قلت لك الحاجات دي موجودة عندي بقالها كتير، انا مش لسه شارياها، يعني كل فترة كده كنت بشتري الحاجة اللي انا بلاقي نفسي محتاجاها، وزي ما قلت لك بحتفظ بيها. طيب نيجي بقى لأهم حاجة، المنقاش طبعا اللي بيغلبنا في اختياره. عندي اكتر كده من منقاش، بس دايما كده بيبقى فيه واحد برضو كلنا بنرتاح فيه. اهم حاجة بلاش العريض قوي ده، لانه بينتش العجينة وكمان مش هترتاحي خالص وانت ماسكاه. وبرضو اللي سنونه بتكون مش قافلة على بعضها ده طبعا ما ينفعش خالص. احسن منقاش بجد اللي تلاقيه صغير وخفيف كده، ده لو قفلتيه كده هتلاقي سنونه مقفولة على بعض ومتساوية. ده طبعا تنقشي بيه بقى وانت مغمضة، هيديكي نقشة ورسمة جميلة قوي وكمان ثابتة. وبرضو في مكبس البسكوت ده حلو جدا في اشكال الكحك المعمول كمان البسكوتات. هو بيجي معاه كده 5 اشكال، كل شكل فيهم برسمة مختلفة. طبعا في منه برضو اشكال مربعة كده، برضو بيدي اشكال جميلة قوي. كنت شارية برضو من قريب السكينة المشرشرة دي، اسهل واحلى حاجة لتقطيع العجين، خصوصا بقى في الكيكات والتورت. عايزة اقولك يعني قبل كل الاشكال دي انا كنت بقطع واعمل احلى الاشكال والله بغطا البرطمان وغطا الازازة. يعني مش هتقفي على حاجة، المهم تعملي تفرحي اولادك حتى لو بحاجات بسيطة. وده شكله قمع تاني برضو للبيتي فور، نسيت برضو اوريه لكم، عملت معاكم قبل كده احلى بسكوت بالمشط. وده شكل المشط، طبعا المشط ده موجود في كل مكان، هتلاقيه ب3 جنيه ب2 جنيه، يعني حاجة كده لا تذكر، بس بيدي شكل ورسمة جميلة قوي. اخر حاجة بقى كنت جايبة برضو مفرش العجين السيليكون ده، نوعيته جميلة جدا جدا وكان ب40 جنيه، لسه جايباه من قريب. بصراحة جربت انواع كتير قوي، وكل ما اجيب يعني نوع يتقطع واضطر بقى اشتري غيره. فيا رب بقى ده يكون كويس كده وما يتقطعش معايا بسرعة. وبس كده اكون شاركت معاكم كل الاساسيات اللي هشتغل بيها في حلويات العيد، واكيد كل واحدة بقى تختار الانسب ليها والامكانياتها. بتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا يلا انزلي صلي على النبي في التعليقات علشان ناخد الاجر والثواب مع بعض. وما تنسيش بقى اللايك الجميل اللي بيدعمني جدا. اكتبوا لي في التعليقات بقى ايه اكتر نوع حلويات بتحبوا تعملوه في العيد، ولو عندكم اي استفسار انا معاكم دايما. شكرا لمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.